السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا في لقاءات الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا نسخه رقم 66 واجمالا طبعا لتاريخ هذه البطوله منذ 65 عام، ومعا في ايضا نسخه رقم 29 بمسمى تشامبيونز ليج نسخه 2020 الطريق المباراه ان شاء الله في ملعب اتاتورك في اسطنبول في تركيا يوم 29 مايو باذن الله من العام القادم عام 2021. مباراه اليوم في اطار مباريات المجموعه الخامسه وضمن الجوله الاولى لهذه المجموعه، مجموعه اللي بتضم كل من فريق نادي تشيلسي ونادي اشبيليا طرفي هذه المباراه، بالاضافه طبعا لوجود كل من نادي كروسنودار ونادي رين ايضا ضمن هذه المجموعه. اذا في ملعب المباراه ملعب ستانفورد بريدج، مباراه ما بين نادي تشيلسي الانجليزي اللي كان وصل الى لقب هذه البطوله من قبل في عام 2000 عمريه، درب كذلك بورتو. ودي امامنا فرصه اوكامبو معار من ريال مدريد، وانتقل ريجوليون بالمناسبه الى فريق توتنهام الى الدوري الاوروبي. ادي امامنا اوكامبوس، مميز قوي اوكامبوس الحقيقه، مميز. فيرنر يا ولد، لعيب امامنا هنا تيمو فيرنر يملك خبرات كبيره في الاداء طبعا مع، لكن طبعا هو ما كملش معاهم مشوار انتقاله لنادي تشيلسي لما خرج امام كونيا. فرانك لامبرد تاريخ 13 لقب مع البلو، خسروا امام المان يونايتد في 2008. ادي امامنا هنا نقول كان الميركاتو اللي طبعا قبل انطلاقه الموسم بدايه هذا الموسم. استلم على طول بين جانب اكونيا اشبيلي كده بعد 14 مباراه على طول الكرات العاليه هنا ركنيات. اتكلمنا عن الكتيبه المغربيه بوجود يوسف النصيري طبعا، زيتش اللي اصبح رقم 10، رقم اللي كان بيرتديه ويليان من صفوف نادي اشبيليا. 3 مواسم مع اشبيليا حقق خلالها زوما بنشيله في الجنب الشمال. هذه اللحظات الانذار الاول في المباراه لعبت في كولن وفي ديوزبورغ وفي شالكا وهنا بورتو او مع مانشستر سيتي، وكذلك ايضا كان مع شارك اساسيا في مباراه الدنمارك مع المنتخب مع البارسا وخسر من غرناطه وراسيه مندي. نادي اشبيليا بس الكوره بشكل مميز جدا لاول مندي حارس المرمى السنغالي. مندي سوسو امامنا يلعب كره حلوه قوي، ادي الارتقاء من رقم 6 في هذه الكره، غيرت اتجاه خطره جدا. استلام من جانب سوسو، انتظار لوك ديونج الكره. ادي عفوا من نادي اشبيليا اللي ضاغط بشكل في 2017 يعني الالقاب، ولكن هنا في هدف جديد عن طريق تسلل واضح على شوف قيمه طبعا وفقا للتعليم يملك يعني اداء مميز. لوكاس اوكامبوس امامنا هنا الارجنت كاب امام الارسنال 1-2 ووصل دور 16 في دوري الابطال امام في مباراه ساوثهامبتون الاخيره، وكره اتلعبت بالعرض. فيرنر يا ادي هنا استلام بالعمق، ياتي بوليزيتش امامنا بيضع كره حلوه قوي، حاول يعوض وعمل الزحلقه شوف وشالها، لكن يا ادي جوردن هيبقى هو البديل. فرناندو اللاعب طبعا اول امام ساوثهامبتون، فوز على برايتون، فوز في هذه المباراه. كاي هافرتز النادي اشبيليا معروف بالضغط، معروف بالبريس. تشيلسي الانجليزي، اشبيليا الاسباني، دوري ابطال اوروبا تشامبيونز. فرانك لامبرد كره معطوه على طول. ادي قائمه اللاعبين البدلاء مش موجود اسامه ادريس، وما امامنا هو المغربي حكيم زياش نجم الكبير. كرة أمامية لكن يغطي ديجو كارلوس، ديونج الكل يرجع يؤدي أدواره الدفاعية. لوبوتيجي يطلع أمامنا مرة الكرة حلوة قوي، ريسي جيمس يلعب كرة، لكن يا ولد 2012 في طريق المباراة النهائية كان طلع ماركوس أكونيا الأرجنتيني الدولي. اوكامبوس جوردان امامنا، لكن اكونيا يلف كره حلوه قوي خطيره راسيه. ادي امامنا هنا خطوره اشبيليا في الكرات العاليه. بص الكره في الشوط الاول حتى هذه اللحظه نتيجه هي التعادل السلبي. غدا ايضا في لقاءين اللي في وقت المبكر ريد بول سالزبورج ادي امامنا نافاس، كره القنشه من زوما خطره جدا وتسديده، كان في كوارث دفاعيه من جانب كريستنسن. ادي بوليسيتش اللي عايز يعدي، وادي فيرنر
تحرك حلو قوي من جانب سوسو عدى وعايز يعمل بالشمال لكن شيلوا. مباراة ختافي بقى يعني ذكرى مؤلمة لهذا النادي، نادي اشبيلية. ادي الاضطرار اللي كان حدث بعد اصابة المدافع سيرجي جوميز وخروج. مباراة دولية مع منتخب المانشافت، سجل 13 هدف امامنا. ادي ماونت المرة دي هو اللي استلم، ماونت الى فيرنر يسدد يا ولد يا ليجا امامنا اهو. ادي فيرنر اللاعب القادم من نادي لايبزيتش، وكرة العالية على طول امامنا هنا للكرة بدون عنوان مع المنتخب الاسباني. يدخل اوليفر توريس، تحركات يعني ياسين بونو، تحركاته حلوه بيها في مرمى بلجيكا، مسانده من ريسي جيمس. الكره اللي بالعرض الراسيه، وافضل فريق نادي تشيلسي الشوط الثاني البلوز الهولندي صاحب ال 30 عام كان عنده فيها لعبه خطر مع اللاعب كاي هافرتز. ادي الاساسيين اللي لعبوا النهارده. ادي الكرات العاليه وادي التسديده اتفق عليها في منتهى الروعه ومنتهى الخطوره. كوره خطر يعني النهارده ضمن التعديلات. شوف اقصى اللي انضم وعاد مره ثانيه الحقيقه لنادي اشبيليا طارق وبدون كونتراكت بدون عقد يعني، عشان الهندي موجود النهارده كيفا وموجود ايضا كاتايرو. مقطوعه كوره خاصه طبعا اللي وصل الى مرحله المجموعات 17 مره. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اخبار كرة القدم. اصطدم فريق تشيلسي الانجليزي في مستهل مبارياته ببطولة دوري ابطال اوروبا باشبيلية الاسباني حامل لقب الدوري الاوروبي، والمباراة التي تقام على ملعب ستانفورد بريدج اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020. تعود إليكم منافسات دوري أبطال أوروبا في اليوم الأول من دور المجموعات بالبطولة القوية، يقابل تشيلسي الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 على ملعب ستانفورد بريدج بلندن. يشار إلى أن فريق تشيلسي قد سقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أقيمت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. أما إشبيلية فحاله لم يكن جيدا أيضا، إذ سقط في المباراة الماضية في شباك الخسارة من غرناطة بهدف نظيف في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وسجله هيريرا في الدقيقة 82. يحتل فريق تشيلسي المركز الثامن في الترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط بعد خوض 5 جولات. أما الفريق الأندلسي فيقع في المركز العاشر في الترتيب برصيد 7 نقاط. تشيلسي وإشبيلية لم يتقابلا من قبل في بطولة دوري أبطال أوروبا، مواجهة اليوم ستكون الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.